أهلا بكم عائلة كاميرامان السرعة في فيديو جديد على القناة. في هذا المقطع سوف نقوم بتحليل موعد إصدار الحلقة 78 من سلسلة مراحيض سكيبيدي، وسوف نكشف جميع توقعات الحلقة والنظريات التي سوف تحدث فيها. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لكي يستمر بنشر هذا المحتوى وتحفيزي على تطوير القناة. وأخيراً هيا بنا نبدأ على البركة الله. أول شيء سوف نتحدث عن توقعات الحلقة. كلنا رأينا في الحلقة الكاملة 77 أن عملاق التلفاز تم السيطرة عليه بطريقة ذكية جدا، وهذا الشيء سوف يجعل الأمور تمر بصعوبة. لكن هل هو سوف يأخذ تطويرات من مراحيض الإسترو؟ الجواب هو نعم، لكن لا في نفس الوقت، لأن عندما رأيت عملاق السماعة لم يأخذ تطورا جيد من المراحيض، لأنهم يعلمون إن إذا تم تطويره وجعل لا أحد قادر على هزيمته. بالتأكيد نعلم أن عملاق الشاشة سوف يقتل الطفيلي بضربة واحدة فقط ويحرر عملاق السماعة. هذا ما سوف يحدث مع عملاق الشاشة. سوف يأخذ قليلا من التطوير مثل تصليح شاشته وإعطائه أسلحة أخرى، لكن حتى لو أخذ تطويرا خارق سوف يتم هزمه بضربة واحدة فقط من الجيمان أو السبيكرمان. لهذا هم لا يعطوه تطوير خارق. والآن هيا بنا إلى ثاني شيء سوف نتحدث الآن عليه. ثاني شيء وهو آخر شيء سوف نتحدث عنه هو متى نزول الحلقة. كلنا نريد نزول الحلقة في أسرع وقت، ولكن هي سوف تنزل بعد 2 أو 3 أشهر، والسبب وراء ذلك هو الموسم 25، لأن قد مرت 3 حلقات: الحلقة 74 وال75 وال76 وال77. أعرف أن هذا الشيء محبط جدا، لكن إن شاء الله لا يأخذ وقت من نزول الموسم والحلقة. وشكرا لكم، كان معاكم كاميرامان السرعة، ونلتقي في فيديو آخر.